هاجي شكون هذا الراجل اللي بان في اقصى بلاد المغرب الاسلامي واللي واجه جوج ديال الامبراطوريات في وقت واحد تماما كما دار ابو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي تعرف انه اول واحد واجه جوج ديال الامبراطوريات في وقت واحد وتغلب عليهم. الشخصيه ديال اليوم من اعظم رجال الاسلام في التاريخ، واللي رجع اسمه رمز لثوار العالم في الارض كامله، الرجل اللي استلم منه ثوار اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه معنى الكفاح المسلح، اعتبروه ثوار فيتنام استاذ لهم في معركتهم ضد الامبراطوريه العالميه. جاء ذكره في هذا الكتاب الجميل اللي في يدي، واللي فيه عظماء امه الاسلام اللي غيروا مجرى التاريخ، واللي منه غندير لكم سلسله فيها 100 حلقه على 100 شخصيه ان شاء الله غادي تخليك تفتخر بتاريخك الاسلامي. وبغيت تكون الحلقه الاولى على هذا المقاوم المغربي الصلب، الرجل الفريد الصنديد والداهيه، اول من اخترع فن حروب العصابات، الثائر الشيوعي تشي كيفارا اللي كتجبر تصاولوا عن شباب الامه والعالم. قال ليه: ايها الامير، لقد اتيت الى القاهره خصيصا كي اتعلم منك. السير كورتي عضو مجلس العموم البريطاني قال عليه: ان هذا الرجل الذي ينادي باسمه اهل اسيا وافريقيا والهند ويتغنون باسمه، ان هذا الرجل الذي يقاتل باسم الاسلام ويعيد اماره المؤمنين والخلافه الاسلاميه هو الخطر القادم على البلاد الاوروبيه. عبد الرحمن عزام باشا، واللي ما كيعرفوش هو اول امين عام لجامعه الدول العربيه، ما صدقش عينه هو كيقرا رساله سريه وصلته من مجموعه من الشرفاء العرب في اليمن العزيز. اليمن كعادته على الدوام، رمز العزه والشهامه. هذه الرساله وصلته في يوم من ايام 1947 فيها عاجل وسري للغايه. لقد نزل بميناء عدن اليوم سفينة فرنسية على متنها شيخ أسير مكبل بالسلاسل، يشتبه أن يكون هو ذلك البطل الإسلامي الذي اختفى منذ 20 عاما. السفينة في طريقها الآن إلى فرنسا وستمر من ميناء بورسعيد المصري، لذا وجب التنبيه إلى كذا وكذا وكذا. غير سال عزام باشا من قراءة هذه الكلمات حتى طلب على الفور مقابلة مستعجلة مع الملك ديال مصر فاروق، ومن بعد نقاش سري بيناتهم أصدر قرار باش هذا الرجل المغربي الشهم ما يخرجش من مصر مازال. اكيد بزاف منكم عرفوني على من كنهضر، انه قاضي القضاة في مدينه مليليا المغربيه، مهندس معركه انوال ومقاوم شديد الاسبان والفرنسيين في نفس الوقت، واللي شربهم المرار في بزاف ديال المعارك، واللي قال عليه الصحفي الامريكي فان شون عام 1926: دخلت عليه في خندق امامي والطائرات الاسبانيه والفرنسيه تقذف المنطقه بحمم هائله، ومع ذلك وجدته مبتسما مرحا مقبلا غير مدبر يضرب ببندقيته الطائرات. فتعجبت من هذه الظاهره البشريه الغريبه. هذا الرجل ان شاء الله قريب نجبر عليه وثائق خاصه ونادره كتبين دعم اهل العزه، اهل هذا الارض هذه ليه بالاموال من اللي كانت كيتحارب مع الاسبان والفرنسيين. انه اسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي. وهذا كان تقديم موجز عن هذه الشخصيه الفريده، فيديو مهور بالمعلومات ان شاء الله اللي عمرك سمعتيها عليه جاي في الطريق. ما بغيتش نصوركم في هذه الاجواء وانا مسافر، خليت حتى نرجع للدار ان شاء الله في الاستوديو ونصوروا عليه شي حلقه واللي غتكون قريبا. والسلام عليكم.